بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني أخ عزيز علي، أثق في عقيدته، أثق في أخلاقه، أثق في تدينه والتزامه، عن موقف حصل لإخوة خارجين في سبيل الله بيبلغوا الدين. كانوا الأحباب اللي خارجين في سبيل الله دول من الباكستان، وكانوا خارجين في دولة اليونان. الإخوة قاعدين في المسجد وبيتفكروا مين اللي هيترجم لهم. هم بيتكلموا الأردو، اللغة الأردية أو اللي هي المشتهرة هي الأردو. وما عندهمش حد يترجم لليونانية، وهم عايزين يتكلموا مع الناس عن الله سبحانه وتعالى وعن التوحيد ويدعوهم للإسلام، واللي مسلم وما بيصليش يدعوهم للصلاة وللمحافظة على الصلاة. لكن مفيش حد، مش لاقيين شخص يمشي معاهم الفترة اللي هم قاعدينها وخارجينها في سبيل الله في اليونان. فدعوا الله سبحانه وتعالى وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا بهم يجدون شخصا قد جلس معهم، وله ملامح غريبة بعض الشيء، وجهه جميل وثيابه جميلة، وقال لهم: أنا سأكون معكم لمدة 15 يوم وهترجم لكم للغة اللي انتوا عايزينها. أنا أعرف يوناني كويس وانتوا هتتكلموا الأردو، وأنا هترجم للغة اليونانية. قالوا له: طب تمام، الله يبارك فيك وجزاك الله خيرا. وقعد معهم فعلا 15 يوم يترجم لهم، هم يتكلموا ويدعوا الناس وهو يترجم لهم. وبعد ال15 يوم قال لهم: خلاص جه الوقت اللي لازم أمشي فيه. قالوا: طب ما تكمل معانا. قال لهم: لا، أبي أرسل إلي ويريدني، وأنا لابد أن أذهب إليه. قالوا: طيب إحنا عايزين نسألك عن حاجة. إحنا لاحظنا طول ال15 يوم في كل صلاة ندور عليك ما نلاقيكش موجود معانا، أنت بتكون فين وقت الصلاة؟ قال لهم: الحقيقة إن أنا مش إنسان، أنا راجل وشاب من الجن، أنا شخص من الجن، وأنا كمان مش مسلم، بس أنا بحب الإسلام، وعشان كده بقيت معاكم ال15 يوم دول أسمع عن الإسلام وأتعلم منكم، وأنا حبيت الإسلام أكتر، وأوعدكم إن أنا هكون مسلم قريب. أنا عايز أدخل في الإسلام، لكن أبي بيرفض إن أنا أدخل في الإسلام، وإن شاء الله سأكون مسلما قريبا. هنصحكم بثلاث نصايح وهوصيكم بثلاث وصايا. إيه هم؟ قال لهم: تلتزموا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التزموا حتى كمان بالسنة الظاهرية، العمامة والقميص الجلباب والعصا اللي بتتمسك في الإيد، لأن ما من نبي إلا وكان يمسك عصاة في يده. الشياطين بتخاف بخوف رهيب وشديد من هذه السنة، سنة العمامة، سنة الجلابية البيضة، سنة العصاية وانت ماسكها في ايديك. الحاجة التانية: ان اي مكان تنزلوا فيه تأذنوا الأذان بصوت مسموع، لأن الشياطين بتخاف من الأذان وبتهرب من الأذان وبتفر من المكان اللي بيؤذن فيه. تالت حاجة: ما تشربوش مياه غازية، لأن المياه الغازية اليهود اللي صانعينها وعاملين عليها أسحار عشان يؤذوا المسلمين وغير المسلمين بالأسحار ديت. الثلاث حاجات دول أنا بوصيكم بيهم، وإن شاء الله في يوم من الأيام هقابلكم وهكون مسلم إن شاء الله. وسابهم ومشي. شفت العجب؟ شفت قدرة ربنا سبحانه وتعالى وإرادة الله سبحانه وتعالى. الله سخر للأحباب اللي خارجين في سبيل الله، سخر لهم واحد من الجن وكمان مش مسلم لكنه بيحب الإسلام وعايز يدخل الإسلام، سخروا لهم علشان يترجم لهم الدعوة وكلام الهداية وكلام الدين وكلام الإيمان للناس اللي هم هيكلموهم، حتى إنه هو
حب الإسلام أكتر وتعلق بالإسلام أكتر، وعدهم أن يكون مسلم بعد ما نصحهم الثلاث نصايح: الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الآذان بصوت مسموع في المكان اللي تحسي فيه بوحشة أو في أي مكان تدخله تأذن بصوت مسموع، وإنك ما تشربش مياه غازية عشان معمول عليها أسحار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.